اليوم سوف نتحدث عن واحد من أقوى الأحداث الكروية العربية في السنوات الأخيرة، كأس العرب 2025 التي ستقام في دولة قطر على ملاعب كأس العالم. في هذا الفيديو سأقدم لكم 20 نقطة مهمة تغطي كل تفاصيل البطولة: تاريخها، نظامها، مواعيدها، المنتخبات المشاركة، مجموعة المنتخب الوطني المغربي، قائمة المدرب طارق سكوتيوي، وتحليل شامل لفرص المغرب في هذه المنافسة. لنبدأ على بركة الله. تعودوا بطولة كأس العرب لعام 2025 وسط ترقب كبير من الجماهير العربية. البطولة أصبحت حدثاً استثنائياً بعد النجاح الكبير لنسخة 2021، وها هي تعود من جديد لتنطلق يوم الأول من ديسمبر 2025 وحتى 18 من ديسمبر 2025 في دولة قطر. هذه النسخة تجمع 16 منتخباً عربياً في منافسة قوية وممتعة تمتد على مدار 18 يوماً من المواجهات المثيرة. ولمن لا يعرف، فإن كأس العرب لها تاريخ طويل بدأ في ستينيات القرن الماضي، لكنه كان متقطعاً قبل أن تتبناه الفيفا رسمياً وتعيد إحياءه بقوة. بعد نسخة 2021 التي أقيمت على ملاعب المونديال، أصبحت البطولة جزءاً مهماً من الرزنامة الكروية العربية. واليوم مع نسخة 2025 يعود الزخم من جديد وسط توقعات كبيرة بمنافسات عالية المستوى بين المنتخبات العربية. أما عن التنظيم، فدولة قطر ستستضيف البطولة مجدداً على ملاعب عالمية مثل البيت، الثمامة، أحمد بن علي، الجنوب وغيرها. هذه الملاعب المزودة بأحدث التكنولوجيا والصيانة تجعل التجربة الجماهيرية والمباريات مميزة للغاية، خصوصاً وأن الطقس في ديسمبر يكون مثالياً لكرة القدم. أما بالنسبة لنظام البطولة، فهو يعتمد على تقسيم المنتخبات 16 إلى 4 مجموعات تتأهل منها المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني إلى دور ربع النهائي. هذا النظام يوفر عدداً كبيراً من المباريات ويضمن منافسة قوية منذ الجولة الأولى. وقد حملت قرعة البطولة مواجهات متوازنة جعلت الحديث عنها يمتد طويلاً. أبرز ما فيها كان وقوع المنتخب المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية، والفائز من مواجهة عمان ضد الصومال، والفائز من اليمن ضد جزر القمر. مجموعة متوازنة لكنها تحتاج تركيزاً كبيراً من المنتخب المغربي لتحقيق التأهل. ويقود المنتخب المغربي المدرب طارق سكتيوي، اللاعب السابق المعروف والمدرب الشاب الطموح الذي أثبت نفسه في البطولة المغربية وفي تجاربه التدريبية. يعتمد سكتيوي على أسلوب هجومي متوازن مبني على الاستحواذ والضغط العالي، وهو يهدف من خلال كأس العرب إلى إبراز قدرته في المنافسات الدولية وقيادة منتخب قادر على الذهاب بعيداً. وقد أعلن سكتيوي عن قائمة تضم 29 لاعباً خلال المعسكر الإعدادي للبطولة، وتضم خليطاً من الخبرة والحيوية. في حراسة المرمى نجد صلاح الدين الشهيب، مهدي بن بيد، ورشيد غانيمي. أما الدفاع فيضم أسماء مثل حمزة المساوي، سفيان بوفطني، محمد بليكساوت، ومروان سعادان. خط الوسط غني بالخيارات مثل وليد الكرتي، عبد الصابر بوغرين، وأيوب خيري. بينما يقود الهجوم أسماء قوية مثل عبد الرزاق حمد الله، أشرف بن شرقي، وليد أزرو، يوسف مهري، وطارق تسودالي. ويتوقع أن يعتمد سكتيوي على تكتيك مرن بين 4-3-3 و4-2-3-1، مستفيدا من لاعبين مهاريين مثل بن شرقي وحمد الله، ومن قوة وسط الميدان المتمثلة في الكورتي وبوقرين. كما أن الدفاع يعتمد على لاعبين ذوي خبرة يمكنهم ضبط الخط الخلفي في مباريات قوية مثل التي ستكون أمام السعودية. استراتيجية المغرب في دور المجموعات ستكون واضحة: الفوز في أول مباراتين لحسم التأهل مبكراً وتجنب الحسابات المعقدة. المباراة الأولى ستكون مفتاح المشوار، خصوصاً إذا كانت أمام فريق قادم من الملحق، فهذه المنتخبات غالباً تلعب بروح قتالية عالية. أما المباراة أمام السعودية فستكون اختباراً حقيقياً لقدرات المنتخب. البطولة بالنسبة للمغرب ليست مجرد مشاركة، بل فرصة لإبراز قوة المنتخب وتطوير لاعبين جدد يمكن أن يكون لهم دور مهم مع المنتخب الأول لاحقاً. إنها أيضاً فرصة لتقييم مستوى لاعبين قد يحصلون على عقود احترافية في الدوريات الخليجية أو الإفريقية. لكن رغم كل هذه الإيجابيات هناك تحديات حقيقية. أولها قوة المنتخب السعودي، وثانيها الحماس الكبير عند المنتخبات القادمة من الملحق، إضافة إلى ضرورة تحقيق انسجام سريع بين اللاعبين. كما أن الضغط الجماهيري دائما حاضر عندما يتعلق الأمر بمنتخب المغرب.
وعند الحديث عن الجمهور لا يمكن تجاهل الدور الكبير الذي يلعبه المشجعون المغاربة أينما ذهب المنتخب. في قطر من المتوقع أن يكون الحضور الجماهيري المغربي كبيرا جدا، وهو ما قد يمنح اللاعبين دفعة معنوية ضخمة خلال المباريات الصعبة. أما السؤال الأكبر، هل يمكن للمغرب الفوز بكأس العرب 2025؟ الإجابة نعم، المغرب يمتلك الإمكانيات للفوز، لكن الأمر يتطلب تركيزا كبيرا، أداء ثابتا، وتفادي الأخطاء. وعلى الورق المغرب أحد أبرز المرشحين للتتويج إذا ظهر بالمستوى المعروف عنه واعتمد على خبرة لاعبيه. وبعد نهاية البطولة سيشكل أداء المنتخب المغربي مؤشرا مهما للمستقبل. اللاعبون المتألقون قد ينضمون للمنتخب الأول، والمدرب سيحدد أسماء تستحق الاستمرار. البطولة ستكون محطة مهمة في تقييم وتطوير المنتخب بي وتوسيع قاعدة المواهب المغربية. وبهذا نكون قد قدمنا لكم نظرة شاملة على كأس العرب 2025، كل تفاصيلها، مجموعة المغرب، قائمة طارق سكتيوي، وتحليل كامل لفرص المنتخب الوطني. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب، وشاركونا في التعليقات. هل تعتقدون أن المغرب قادر على الفوز باللقب؟